باسمك اللهم نستعين على سعينا فيا رب لا تخيب مساعينا، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بها بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل علي حتى أفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب تانية ثانوي علمي وأدبي. النهاردة إن شاء الله هنعمل ميكس ما بين درسين، اللي هو درس التمثيل البياني للدوال الأساسية والتحويلات الهندسية. الاتنين دول هنعمل فيهم ميكس كده مع بعض. في درس اللي هو بتاع الدوال الزوجية والفردية والأحادية وكده، الدرس ده أنا هسيبه بعد ما أشرح لك ده علشان تبقى فاهم في البداية يعني إيه دوال زوجية ويعني إيه دوال فردية. طيب ده إن شاء الله هو الجزء الأول، لأن الدرس ده هما درسين بس أنا عامل لهم ميكس مع بعض بحيث إن الدنيا تكون واضحة ليك بإذن الله. طيب احنا الوحدة الأساسية بتاعتنا معتمدة على الرسم البياني أساساً. طب أنا الدوال بتاعتي متقسمة لكذا نوع. أول نوع هو الدالة الثابتة، وتاني نوع هو الدالة الخطية، وبعد كده معايا الدالة التربيعية، وفي الدالة التكعيبية والدالة الكسرية ودالة المقياس. وبعد كده بيعمل ميكس ما بين دول كلهم ويجيب لك رسمة للدالة مجزأة أو الدالة المعرفة بأكثر من قاعدة. طيب تعالى كده نسمي الله مع بعض ونبدأ مع بعض في أول دالة خالص، وهي الدالة الثابتة. قال لك بص يا سيدي، الدالة الثابتة زي دالة السين بتساوي ألف، وفيه حاجة اسمها الانعكاس إن دالة السين بتساوي سالب ألف. طيب تعالى نعرف دالة السين بتساوي ألف دي بتترسم إزاي. بص يا سيدي، بص يا شباب، لما أجي أتكلم معاك في الدالة الثابتة اللي هي دالة السين بيساوي رقم، زي أمثلة للدوال الثابتة. لما أجي أقول لك دالة السين بتساوي 5، أو دالة السين بتساوي 8، أو دالة السين بتساوي 4. قال لك بص يا سيدي، لما تيجي المستر ويقول لك دالة السين بتساوي ألف، هتيجي حضرتك عند الألف على محور صاد هنا وتشد خط بالعرض بالمنظر ده. ولو دالة السين بتساوي سالب ألف يعني رقم بالسالب، هتيجي طبعا عند سالب ألف اللي هو موجود في المكان ده وتشد خط بالمنظر ده. طيب احنا عايزين مع بعض نجيب شوية حاجات. أول حاجة احنا عايزين المجال، وتاني حاجة عايزين المدى، وتالت حاجة جديدة أو مش جديدة هنقول عليها الاطراد. وبعد كده أنا عايز أعرف دي بقى الحاجة الجديدة النوع بتاع الدالة سواء لدي أو دي. فقال لك بص يا سيدي، الدالة الكسرية أو الدالة الثابتة المجال بتاعها هو ح. يعني أنا هنا أقدر أعوض بأي رقم، يبقى مجال الدالة الثابتة هو ح. طب المدى، قال لك المدى هنا بيبقى الرقم نفسه. المدى هو النواتج، الأرقام اللي الدالة دي بتطلعها. طب الإطراد ده اللي هو بتاع التزايد والتناقص والدالة ثابتة، أو طبعا الدالة دي من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية ثابتة، يبقى نقدر نقول الإطراد ثابتة على مجالها، يعني طول ما احنا ماشيين الدالة دي ثابتة. طب النوع، قال لك بص، لو أنا عندي رسمة بالمنظر ده محور س. لو الدالة متماثلة، آسف يا شباب ده محور ص. لو الدالة متماثلة حول محور ص يعني من اليمين زي الشمال،
بالمنظر ده كده اهو، من اليمين زي الشمال، بالمنظر ده كده اهو، من اليمين زي الشمال، بقول عليها في الحالة دي، او برضه نفس الفكرة يا جماعة اهو، هاجي اعمل لكم كده اهو، وهاجي هنا اعمل لك كده اهو. طالما الدالة متماثلة حول محور صاد، يعني من اليمين زي الشمال، محور صاد ده عامل زي المراية قسمها لنصين زي بعض بالظبط. في الحالة دي بقول يا شباب ان الدالة دي دالة زوجية. يبقى تاني بقى بص، لو محور صاد قاسم الدالة لنصين زي بعض بالظبط بقول عليها ان هي دالة زوجية. اما لو حصل وعندك الدالة دي متماثلة حوالين الصفر والصفر، يعني في الربع ده زي الربع ده، او بالمنظر ده كده في الربع ده زي الربع ده، هنا وهنا زي بعض، او بالمنظر ده كده في الربع ده والربع ده زي بعض، فالصفر والصفر او نقطة الاصل هي المراية. في الحالة دي بقول ان الدالة بتاعتي دي دالة فردية. يبقى بص كده، لو معايا محور صاد قاسم الرسمة لجزئين قد بعض زي المنظر ده زي بعض بقول عليها ان هي دالة زوجية. اما لو الرسمة بتاعتي متماثلة حوالين نقطة الاصل بالمنظر ده، الربع ده زي ده، ده زي ده، ده زي ده، فبقول عليها ان هي دالة فردية. طيب لو حصل بقى يا شباب ومفيش حاجة من دي موجودة، يعني مثلا حصل لكم كده هنا بالمنظر ده وهنا بالمنظر ده، هل هنا زي هنا؟ لا، دي بقول عليها ليست زوجية وليست فردية. جيت عملت كده، رسمت هنا كده وهنا كده، هل دلوقتي محور صاد قاسم الرسمة لجزئين زي بعض بالظبط؟ قال لك لا. فقال لك في الحالة دي بقول إن الدالة اللي قدامي دي ليست زوجية وليست فردية. طب جميل، وخلي بالك عشان فيديو النهاردة هيكون فيه معلومات كتير. طب تعالى هنا بقى بالله عليكم، هنا محور صاد قاسم الرسمة لجزئين زي بعض بالظبط، ففي الحالة دي أقدر أقول إن الدالة دي دالة زوجية. وخلي بالك عشان الكلام ده ثابت. طيب تعالى حضرتك كده نفس النظام هنا في الدالة دي، أنا عايز من حضرتك تجيب لي المجال، وعايزك تجيب لي المدى، وعايزك تجيب لي النوع، وعايزك تجيب لي الإطراد. يبقى تعالى بقى سمي الله وقول لي هنعمل إيه. بص يا سيدي، الدالة الثابتة المجال بتاعها هو ح. طب المدى الرقم بتاعها يبقى سالب ألف. طب النوع هتبص تلاقي محور صاد قاسم الرسمة لنصين زي بعض، يبقى النوع هي في الحالة دي زوجية. طب معلش، هو كان يعني ايه الإطراد؟ اللي هي فترات التزايد والتناقص، بس الدالة دي دالة ثابتة، يبقى الإطراد بتاعها هي دالة ثابتة. طيب بص كده معايا، لو أنا دلوقتي فضيت مكان هنا وجيت وقلت لكم إن دالة السين بتساوي 4، وطالب من حضراتكم المجال والمدى والنوع والإطراد. أي حاجة بقى من الأربعة دول هاجي أسألك عليها، يا إما المجال يا إما المدى يا إما النوع يا إما الإطراد. هتيجي تقول لي بص يا مستر عايز أرسم. لا، أنا مش عايزك ترسم، أنا عايزك تبقى فاهم دي دالة ثابتة يبقى مجالها ح. طب المدى بتاعها هو الرقم اللي طلع، يعني النواتج اللي بتطلع. النوع، الدالة الثابتة بالمنظر ده بتكون دالة زوجية. طب الإطراد، لا، الدالة دي ثابتة على مجالها. طب بعد إذن حضرتك ممكن ترسمها لي؟ حاضر يا مستر، أنا هرسمها لك أهو.
بص يا مستر، انا هاجي هنا اعمل المستوى الاحداثي عادي خالص، وهقوم جاي عند الاربعه هنا وشادد لحضرتك خط بالعرض عند الاربعه. ما تشدش يا عم، هشد لحضرتك خط هنا عند الكام؟ عند الاربعه. يبقى انا رسمتها. يبقى تاني كده بص معايا، الداله الثابته زي داله السين بيساوي 5 او داله السين بتساوي 7 او داله س بيساوي ا، مجالها هو ح، مداها هو الرقم. يعني النواتج اللي بتطلع ايه هي؟ النوع بتكون داله زوجيه. طب الاطراد دي داله ثابته على مجالها. طيب ما تيجي يا مستر تقول لي على الداله الثانيه اللي حضرتك عايز تتكلم عنها. قال لك دلوقتي انا هكلمك عن الداله الخطيه. الداله الخطيه هي الدالة اللي بيكون فيها س، يعني دالة س بتساوي س، ودالة السين بتساوي سالب س. تعالى الأول نتعلم إزاي هنرسمها. يبقى أول حاجة أنا هتعلمها هي الرسم. بص يا سيدي، قال لك لو دالة السين بتساوي س بالمنظر ده، فالرسمة بتاعتها هتكون بالمنظر ده، بتمر بالنقطة 0 و0 اهو، وبالمنظر ده كده اهو. اما لو دالة س بتساوي سالب س، فهتترسم من الشمال لليمين نازلة كده. طيب نفس ذات الموضوع. طبعا يا شباب انت عارف ان في المحاور ده محور س وده محور ص، ده محور س وده محور ص. طب جميل جدا. عايز ايه منك؟ نفس ذات الامر اللي فات هو كل ده اللي هنمسكها. انا عايز اعرف المجال، وعايز اعرف المدى، وعايز اعرف النوع، وعايز اعرف الاطراد. الدالة دي نفس النظام. لو هي بالسالب انا عايز اعرف المجال، وعايز اعرف المدى، وعايز اعرف النوع، وعايز اعرف الاطراد. صليت على رسول الله. بص بقى يا سيدي، مبدئيا احنا عارفين ان المجال هو ايه الارقام اللي لما اعوض بيها الاله ما تشتمكش، اللي هي الارقام اللي ينفع اعوض بيها. طبعا داله السين بتساوي س وداله س بتساوي سالب س، المجال بتاعها هو ح. طيب من على الرسمه ازاي كنت بجيبه؟ كنت بقول لك هي الرسمه اخذت قد ايه من محور س. الرسمه بتاعتنا اخذت من محور س ح كل الارقام سواء هنا او هنا. طب المدى هي النواتج اللي تطلع من الداله دي او من على الرسم هي اخذت قد ايه من محور ص. بص هي طالعه ونازله كله. على فكره الداله دي مجالها ح ومداها ح، يبقى الداله الخطيه. الداله الخطيه المجال بتاعها بيكون ح والمدى بتاعها بيكون ح. طيب افتكر لي كده النوع. تعالى تاني بص، لو الرسمه بتاعتي محور ص اقسمها لنصين زي بعض بقول عليها ان هي داله زوجيه. اما لو متماثله حوالين نقطه 0 و0، يعني من هنا زي هنا او هنا زي هنا، بقول عليها ان هي داله فرديه. طب تعالى نرجع بالله عليك، هنا زي هنا، يبقى دي داله ايه؟ داله فرديه. جميل قوي. طب تعالى هنا، من هنا زي هنا، بص الربع الصفر وصفر قاسمها لجزئين زي بعض، في الربع ده زي الربع ده، يبقى بقول عليها ان هي داله فرديه. طب الاطراد، بص يا سيدي، من الشمال لليمين طالع، من الشمال لليمين نازل. فهنا الاطراد نقدر نقول كده ان هي من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه تزايديه. طب الإطراد من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية تناقصية. وممكن أقول إن هي تزايدية على مجالها أو تناقصية على مجالها. يبقى تاني كده، أنا دلوقتي معاك في الدالة الخطية. الدالة الخطية اللي فيها س مجالها هو ح،
ومداها هو ح. مجال ومدى ح، مجال ومدى ح. طب ايه تاني يا مستر؟ قالك بص يا سيدي، نوعها دالة س بتساوي س، هي دالة فردية. دالة س بيساوي سالب س هي دالة فردية. طيب الإطراد هنا هتبقى تزايدية وهنا هتبقى تناقصية. طيب سؤال بقى، أنا عندي حاجة اسمها التحويلات الهندسية. إيه التحويلات الهندسية؟ دالة السين بتساوي س ده أصل الدالة، لما بحط لها سالب أنا بعمل لها انعكاس. لما بحط السالب بعمل لها انعكاس، بس أنا خلاص عرفت هي لما بالموجب هرسمها إزاي ولو بالسالب هرسمها إزاي. طيب في حاجة بقى مهمة هنا. افرض دلوقتي جيت وقلت لك أن دالة السين بتساوي س زائد 2 أو دالة السين بتساوي س ناقص 2. قال لك بص، احنا عندنا حاجة اسمها الإزاحة الرأسية. يعني ايه إزاحة رأسية؟ بص، شايف الرقم ده؟ قال لك بص يا باشا، المفروض إن الأساس هو دالة السين بيساوي س. الرسمة بتاعتها اللي أنا قلت لك عليها بالمنظر ده كده اهو. طيب لما أنا أجي أزود لك على الدالة دي 2، اللي هيحصل معاك إنك ترفعها لفوق 2. يعني هنا 0 وصفر يبقى عند الاتنين وتبقى بنفس المنظر ده كده اهو. يبقى أنت ساعتها هترفعها لفوق كام؟ 2. نفس النظام، دالة السين بتساوي س، الرسمة الأساسية بتاعتها بالمنظر ده كده. طيب لما أجي أنا وأقول لك ناقص 2، حضرتك دي اسمها إزاحة رأسية، بتطلعها فوق وتنزلها تحت. اللي هيحصل ساعتها إنك تنزلها تحت 2، فتبقى هنا كده عند سالب 2. يبقى أنا دلوقتي لو حابب أرسم الرسمة دي، تمام؟ خلاص أنت فهمت. لو أنا حابب أرسمها، تعال نرسمها مع بعض. ونرسم دي برضه. هنا أنا خلاص عارف س زائد 2، عارف الرسمة الأساسية بتاعت السين لوحدها. طب لما أجي أقول لك زائد 2، هتطلع لي فوق هنا كده حضرتك عند الاتنين وتقوم راسم الخط بتاعك هو. يبقى هو بدل ما هيمر بصفر وصفر، لا هو هيمر بصفر واتنين. ونفس النظام هنا لما اجي اقول لك ناقص 2، ناقص 2 دي هتخليه ينزل تحت عند سالب 2 وتبقى الرسمة بالمنظر ده كده اهو. طيب جميل جدا، خلاص انا ظبطت الدنيا وعرفت انا هعمل ايه. انا معايا محور س وصاد، لو انا زودت 2 يبقى طلع الخط ده لفوق 2، ولو انا نقصت 2 يبقى هنزله لتحت 2. طيب انا عايز ايه منك؟ انا عايز تجيب لي نفس الكلام بتاع كل مرة. عايز اعرف المجال، وعايز اعرف المدى، وعايز اعرف النوع، وعايز اعرف الاطراد. هنا وهنا نفس النظام. انا عايز اعرف المجال، وعايز اعرف المدى، وعايز اعرف النوع، وعايز اعرف الاطراد. قال لك صلى على رسول الله. بص يا سيدي، المجال والمدى مش هيتغيروا في الدالة الخطية دي. طبعا اسمها دالة خطية. بعرفها منين؟ لما بلاقي س بس. يبقى انا لما بلاقي س بس بقول عليها ان هي دالة ايه؟ دالة خطية. لما بلاقي س بس بقول عليها ان هي دالة خطية. على فكرة في الحالتين المجال والمدى مش هيتغيروا. يعني المجال هيبقى ح والمدى ح في الحالتين. طيب جميل. انا زودت 2 ونقصت 2. بالله عليك النوع
الدالة اللي قدامك دي نوعها ايه؟ هل من اليمين زي الشمال؟ هل في الجزء ده زي الجزء ده؟ لا. يبقى النوع دلوقتي ليست زوجية وليست فردية. يبقى دي اقدر اقول عليها ان هي ليست زوجية وليست فردية. نفس الفكرة هنا النوع، هل بالله عليك هنا زي هنا او الجزء ده زي الجزء ده؟ هتقول لي لا. يبقى النوع هنا ليست زوجية وليست فردية. طب الإطراد دي ما زالت تزايدية ودي ما زالت تزايدية. من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية تزايدية، ونفس الفكرة من سالب ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية برضو دي لسه ايه؟ تزايدية. يبقى أنا لما هزود عليها رقم هرفعها لفوق من عند الصفر والصفر لحد الرقم ده، ولو نقصت منها رقم هنزلها لتحت بمقدار الأرقام اللي أنا نقصتها. طيب جميل جدا. في حاجة تاني قال لك ده في حاجات كتير قوي. بص اللي جاية بقى. لو أنا جيت وكتبت لكم دالة السين بتساوي سالب س زائد 2، ودالة السين بتساوي سالب س ناقص 2. ارجع معايا. بص، هي لما تبقى بالموجب بتترسم تزايدية، ولما تبقى بالسالب بتترسم تناقصية. لما بزود رقم بيرفعها لفوق، ولما بطرح رقم بينزلها لتحت. تعال نطبق الكلام ده هنا. أول حاجة هتاخد بالك منها إن يا مستر في الأصل سالب س بالمنظر ده كده، فلما أنا هاجي يبقى دي أصلا رسمة دالة السين بسالب س، يبقى أنا لما هاجي هزود عليها 2 أنا هرفعها لفوق 2 وتكون بالمنظر ده. طيب تعال نفس الفكرة هنا. دالة السين أصلا بتساوي سالب س، الرسمة الطبيعية بتاعتها كده. طيب لما أجي أطرح منها 2 هتنزل لتحت بمقدار 2، ودي اسمها الإزاحة الإيه؟ الرأسية. يبقى تنزل لتحت. طيب تعالى بقى كده نرسمها مع بعض من البداية علشان نفس النظام. نروح نجيب المجال ونروح نجيب المدى ونروح نجيب الإطراد وفترات التزايد والإيه؟ والتناقص. هنيجي هنا نسمي الله ونقول لك إيه بقى؟ هي سالب س يبقى تترسم كده زائد 2، يبقى من فوق عند الاتنين. ويا مستر الرسمة بتاعتي هتكون بالمنظر ده كده. حلو؟ قال لك والله حلو. طب هنا يا مستر سالب س ناقص الاتنين، هي هتترسم كده بس عند سالب الاتنين، فهتكون كنسل بالمنظر ده كده. طيب تعالى بقى مع بعض نشوف ايه اللي هيتغير في الرسمة دي. انا عايز حضرتك تجيب لي المجال والمدى والنوع والإطراد. هنا ماشي. وهنا كده. بص بقى، قلت لك ان الدالة الخطية سواء بالموجب او بالسالب طلعت فوق شوية نزلت تحت شوية، ايا كان اللي هيحصل لها فمجالها هو ح ومداها هو ح.
هي اخذت كله من على محور س وكله من على محور ص. نفس النظام هنا، المجال مش هيتغير والمدى مش هيتغير. طيب النوع، هل هنا زي هنا او هنا زي هنا؟ لا، يبقى ليست زوجيه وليست فرديه. نفس الفكره هنا، النوع ليست زوجيه وليست فرديه. طب الاطراد، من سالب ما لا نهايه لما لا موجب ما لا نهايه تناقصيه، من سالب ما لا نهايه لموجب ما لا نهايه تناقصيه. يبقى تقدر حضرتك تقول لي هنا من سالب ما لا نهايه لحد موجب ما لا نهايه تناقصيه، وهنا نفس النظام من سالب ما لا نهايه لحد موجب ما لا نهايه هي تناقصيه. يبقى انت كده عرفت ازاي تجيب المجال والمدى والنوع والاطراد للداله نفسها، ولو زود عليها رقم او طرح منها رقم. طيب عندك ايه تاني يا مستر؟ تعالى لي بقى نبدا نمخمخ شويه. احنا عندنا يا شباب الداله التربيعيه اللي بيكون فيها س أس 2، والداله التربيعيه دي في برضه داله س بتساوي س تربيع، وفي حاجه اسمها تحويله هندسيه ليها، هي داله السين بتساوي سالب س أس 2. يا سلام، تعال ارسم، تعال نتعلم الرسمه الاساسيه بتاعتها بتكون عامله ازاي. بص يا سيدي، الرسمه الاساسيه بتاعت الداله التربيعيه هي انت عارفها، بتكون كده اهو وكده اهو. تبص لفوق، لو قلت لك بالسالب يبقى حضرتك هتخليها لي تبص لتحت. تعالى بقى اعلمك تجيب حاجه جديده اسمها رأس المنحنى. المجال، المدى، النوع والإطراد. يا سلام، تعالى نتعلم ازاي نجيبه للدالة دي والدالة دي. طيب صلي على رسول الله. الدالة التربيعية دايما مجالها ح. حلو، يبقى أنا أول حاجة عرفتها كده إن الدالة التربيعية دي دايما المجال بتاعها هو ح. طيب إيه رأس المنحنى دي؟ شايف ده؟ دي رأس المنحنى. هنا هي صفر وصفر. تعالى هنا كده، رأس المنحنى برضو هي صفر وصفر. طيب المدى بقى، تعالى، أنا قلت لك إن المجال هي الدالة واخدة قد إيه من محور س ح. طب المدى هي واخدة قد إيه من محور ص؟ هتبص تلاقي إن المدى هنا الدالة دي واخدة من أول الصفر وأنت طالع. ده من أول الصفر لحد موجب ما لا نهاية. يبقى المدى بتاع الدالة دي من صفر لموجب ما لا نهاية. طب تعالى لي هنا، المدى من صفر ونازل، يعني من صفر لسالب ما لا نهايه، بس طبعا بكتب الصغير الاول. يبقى المدى هنا من سالب ما لا نهايه لحد الصفر. النوع، لو بصيت هنا هتلاقي ان على اليمين زي على الشمال، فمحور صاد راجل محترم قاسم الرسمه لجزئين قد بعض، يبقى اقدر اقول عليها ان هي داله زوجيه. تعالى هنا، النوع محور صاد راجل محترم قسمها لجزئين قد بعض، فاقدر اقول عليها ان هي داله زوجيه. تعالى بقى الاطراد. الاطراد هو فترات التزايد والتناقص والثبات. بمشي على محور س زي ما انا رسمت هنا كده، من سالب ما لا نهايه لحد الصفر، ومن الصفر لموجب ما لا نهايه. من سالب ما لا نهايه للصفر تناقصيه. يبقى اكتب لي كده فتره مفتوحه. وعلى فكره فترات الاطراد دايما بتكون مفتوحه. هتيجي تقول لي ايه؟ من سالب ما لا نهايه لحد الصفر كانت تناقصيه، وبعد كده من الصفر لموجب ما لا نهايه تزايديه. تعال لي هنا، نفس الفكره، انا عايز الاطراد.
الإطراد من سالب ما لا نهاية لحد الصفر تزايدية، ومن أول الصفر الموجب ما لا نهاية تناقصية. طب جميل قوي، عرفت؟ عرفت المجال، إن مجالها دايما بيكون ح. طيب المدى أديك عرفته، الإطراد والنوع. طيب تعالى بقى نقول حاجة مهمة قوي. الحاجة المهمة دي بتقول لك دالة السين بتساوي س تربيع. لو حصل وخليتها س تربيع ناقص 3، ولو خليتها س تربيع زائد 3، ودالة السين بتساوي س تربيع، لو أنا خليتها س ناقص 3 لكل أس 2، وخليتها س زائد 3 لكل أس 2، إيه اللي هيحصل؟ طيب بص يا سيدي، تعال. أنا كنت قاصد الفيديو ده إني كل حاجة تبقى بتتعمل قدامك وبتترسم قدامك علشان خاطر يكون الرسمة تبقى عارف أنا إزاي برسم وإيه اللي بيحصل. قال لك بص يا سيدي، صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بص يا أبو، هنا هقول لك على حاجة الأصل في الموضوع، وبعد كده هقول لك تعمل إيه. أنا اتفقت معاك من شوية إن س أس 2 رسمتها بتكون بالمنظر ده كده أهو، صح؟ قال لي صح. قال لك بص، لو أنا زودت 3 قلت لك من شوية يبقى الرسمة تترفع فوق عند 3، ولو أنا نقصت 3 تنزل تحت عند 3، ودي كده اسمها الإزاحة الرأسية. طيب الرقم ده بره السينات وأس 2. طب هنا بقى س ناقص 3، السين دلوقتي جوه، فدي كده يا شباب اسمها إزاحة أفقية. فقال لك بص، لو هي ناقص 3 تحركها ناحية اليمين 3، يبقى مكانها هنا، ولو هي زائد 3 تحركها ناحية الشمال 3. فقال لك بص، الرقم اللي بره اسمه إزاحة رأسية، لو موجب أطلع فوق، لو سالب أنزل تحت. الرقم اللي بيكون جوه مع السين تحت أس 2 اسمها إزاحة أفقية، لو سالب بحركه ناحية اليمين، ولو موجب ناحية الشمال. اشمعنى؟ هو كده، هو كده. ده راجل محترم، سالب ينزل تحت، موجب يطلع فوق. ده سالب يجي ناحية اليمين، موجب يجي ناحية الشمال. فقال لك بص كده، أنا ممكن أقول لك إيه؟ لو دالة السين بتساوي س زائد ألف زائد ب، لو الألف ده بالموجب الرسمة تطلع لفوق، والآسف ولو الألف أقل من صفر. بص، لو الرقم اللي جوه مع السين تحت أس 2 بالموجب الرسمة تتحرك ناحية اليسار في اتجاه واو س شرطة اللي هو يعني اليسار. طب لو أقل من الصفر
الرسمة تتحرك ناحية اليمين في اتجاه واو س. طب تعالى لي على الب ده. الب ده لو بالموجب الرسمة بتتحرك فوق في اتجاه واو ص. أما لو الب ده بالسالب الرسمة تتحرك تحت في اتجاه واو ص شرط. طيب تعالى أعلمك حاجة لذيذة. أنت خلاص عرفت المنظر ده. طيب اللي جوه دي اسمها إيه؟ اسمها إزاحة أفقية. لو موجب يمشيها ناحية الشمال، ولو سالب ناحية اليمين ينقل الرسمة ناحية اليمين. طيب دي كده اسمها إزاحة رأسية، بتطلع الرسمة لفوق أو لتحت. قال لك طب معلش يعني أنا الموضوع تقل ولا حاجة. تعال أفهمك حاجة. لو أنا جبت لكم دالة السين بتساوي س ناقص 2 أس 2 زائد 3، اللي جوه هيحركها ناحية اليمين عشان بالسالب واللي فوق. فقال لك بص يا سيدي، سمي الله كده وريحني وريح نفسك. أنا هاجي أسألك أطلب منك الرسمة، وأطلب منك رأس المنحنى، وهطلب منك المجال، وهطلب منك المدى، وهطلب منك النوع، وهطلب منك الإطراد. قال لك سميت الله؟ قال لك وطبعا ما تنساش ان انا اكيد هكون طالب من حضرتك الرسمة. قال لك بص، هنمشي بقاعدة. ايه هي؟ راس المنحنى اللي مع س بعكس الاشارة، يعني ده سالب 2 يبقى كام؟ 2، واللي بره زي ما هو 3 يبقى تقلي. اللي مع السين بعكس الاشاره، اللي مع السين تحت اس 2 بعكس الاشاره يبقى 2، واللي بره زي ما هو يبقى 3. فهتجيلي حضرتك عند النقطه 2 و3 وتقوم راسم الرسمه بتاعتنا. بس كده. والله على فكره هو اصل الرسمه كان عند 0 و0. عملنا ازاحه راسيه طلعناه 3، جبنا افقيه جه كده 2، او مش فارقه بالمنظر ده. طب حلو قوي كده، انا رسمت الرسمه. يبقى تاني راس المنحنى او المكان اللي هرسم فيه الرسمه، فكك بقى من ازاحه راسيه وافقيه والكلام ده انت فهمته. هتشوف يا باشا اللي مع السين بعكس الاشاره واللي بره زي ما هو، يبقى راس المنحنى 2 و3. يبقى انا هرسم الرسمه عند الاثنين والثلاثه. القوس بتاع اس 2 موجب يبقى الرسمه هتبص لفوق. طيب المجال، مجال الداله اللي عليها اس 2 دايما ح. طب المدى، بص الرقم ده هو اللي بيساعدك تجيب المدى، والرقم ده بيساعدك في الإطراد، والرقمين مع بعض بيساعدوك في الرسم. يعني ايه؟ بص طلع لي اول ما كتبت بالقلم الاحمر بص بقى، المدى من الرسمه هي اخذت قد ايه على محور ص؟ من الثلاثه الموجب ما لا نهايه. طب على فكره انا اقدر من هنا اعرف هو بيبقى من الرقم الثاني، يبقى هنا من 3 لموجب ما لا نهايه. طيب بالله عليكم النوع، هل دي محور ص قسمها النصين زي بعض؟ لا. طب هل هنا زي هنا؟ لا. يبقى النوع ليست زوجيه وليست فرديه. طب الإطراد، الإطراد الرقم الأولاني بيساعدك، هو المفروض من سالب ما لا نهاية لحد الاثنين تناقصية. مستر نعم، الرسمة دي مش جاية هنا يا حبيب قلبي، ما هي هتفضل تفتح لحد ما لا نهاية، هتفضل تفتح وتكبر معاك. يبقى من سالب ما لا نهاية لحد الاثنين، وفي من الأول الاثنين لموجب ما لا نهاية، يبقى الرقم الأولاني بيساعدك. طب هي من سالب ما لا نهايه لحد الاثنين مالها؟ تناقصيه. طب من اول الاثنين لموجب ما لا نهايه طالع تبقى تزايديه. طيب يلا بينا تعال نشوف مثال كمان. اهو دالة السين بتساوي
س زائد 3 ناقص 2. وعايز منك انك انت ترسمها. وعلى فكره احنا السؤال المقالي عندنا هو سؤال رسم سواء عام او اصغر. طيب وبعد ما ترسمها عايز منك ايه؟ انا عايز منك رأس المنحنى، وعايز منك المجال، وعايز منك المدى، وعايز منك النوع، وعايز منك الإطراد. طيب هنا طبعا في ازاحه افقيه ورأسيه. انا قلت لك ريحني وريح نفسك وريح البشريه. اللي مع س بعكس الاشاره -3، واللي بره زي ما هو. يبقى الرسمه دي هتترسم عند -3 وكام؟ و2 في المكان ده كده. السين طبعا هنا لازم يبقى فيه أس 2. السين هنا بالموجب، يبقى الرسمه بتاعتنا هتبص لفوق بالمنظر ده كده. طيب المجال قلت لك دايما ان المجال ح. طب المدى قلت لكم ان الرقم ده الثاني بيساعد في المدى وده بيساعد في اطراد. طبعا يا جماعه في ناس تقول لك لازم تعمل مش عارف الازاحه العكسيه الاول، يعني هي بتطلع بالبركه والحب، توكل على الله. المدى من اول -2 والرسمه طالعه، يبقى المدى من -2 لحد موجب ما لا نهايه. طب النوع، هل محور صاد بيقسمها نصين زي بعض؟ لا. هل هنا زي هنا؟ لا. يبقى النوع يا شباب ليست زوجيه وليست فرديه. طب الاطراد ده بيساعدك على فكره، هي من سالب ما لا نهايه لحد -3 تناقصيه، ومن -3 لحد موجب ما لا نهايه تزايديه. يبقى من سالب ما لا نهايه لحد -3 تناقصيه، وفترات الاطراد دايما بتكون كده، ومن اول -3 لحد موجب ما لا نهايه تزايديه. ايه يا مستر كل ده؟ يا عم انا بجمع لك الدنيا وبظبط لك الدنيا يا عم. عادي اتفرج على الفيديو ايه مرتين او على مرتين على 3 مرات، يا عم اعمل اللي انت عايزه. طب ما تقولوا لي كده داله الس بتساوي س تربيع زائد 3، وقولوا لي كده بالمره برضو داله السين بتساوي س زائد 3 جوه كده الكل أس 2. وكالعاده انا هطلب منك انك انت ايه؟ ترسم الرسمه. تمام. وبعد ما تروح وترسم الرسمه تجيب لي رأس المنحنى، المجال، المدى، والنوع، والإطراد. يلا يا عم هات الكلام ده كله. ادي يا عم سلكت وكوبي وبست وتعالى هنا. السلام عليك يا سي حماده. يلا بينا. انا حاسس ان انا مدي ظهري كتير قوي النهارده للشاشه، بس شغال اديك وش شويه، فاهم؟ يعني خلقه ربنا سبحانه وتعالى الذي احسن كل شيء. كان في مقوله مدرس بتاعي بيقولها، ربنا يديله الصحه وطولة العمر دايما، كان يقول لك ايه بقى؟ لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، لن تنال المجد حتى تلعق الصدر. تاني كده، لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، يعني ما تكونش فاكر انك عشان توصل لحاجه عامله زي البلح بتاكله او التمر حاجه سهله. لا تحسبن المجد تمرا انت اكله، ما تكونش فاكر انك توصل عامل زي اكل البلح والتمر. لن تنال المجد، مش هتوصل حتى تلعق الصبر. بص مش بيقول لك تصبر، تلحس الصبر كده، تلحس الصبر. الحس. تعالى راس المنحنى. انا قلت لك يا باشا اللي مع السين بعكس الاشاره. مستر ماذا تقصد مع اللي مع السين بعكس الاشاره؟ لو في حاجه مع س تحت اس 2 يبقى بعكس الاشاره، طب في حاجه لا يبقى 0، واللي بره زي ما هو كام؟ 3. او انت تبقى شاطر وعارف ان زائد 3 دي هترفع الرسمه لفوق 3، فيبقى راس المنحنى هي عند الصفر والكام وال3، والرسمه بتاعتي هتبص لفوق بالمنظر ده. طب المجال ح. طب المدى، قلت لك ان الرقم ده بيساعدكم في المدى، والرقم الاولاني بيساعدكم في الاطراد.
المدى من اول التلاتة وانت طالع يبقى من التلاتة مغلقة الى موجب ما لا نهاية. طب النوع لو هتبص هتلاقيها جميل قوي، محور صاد راجل محترم قاسمين نصين زي بعض، يبقى ساعتها النوع ده هتقول لي ان هي دالة ايه؟ زوجية. طب الاطراد، الرقم ده بيساعدك في الاطراد. من الاخر هو من سالب ما لا نهاية لحد الصفر، ومن الصفر الموجب ما لا نهاية. من صفر لسالب ما لا نهاية تناقصية، ومن الصفر الموجب ما لا نهاية تزايدية. طب تعالى هنا، راس المنحنى اللي مع س بعكس الإشارة سالب 3، اللي بره مفيش حاجة يبقى صفر، أو تبقى شاطر عارف إن زائد دي هتحركها ناحية الشمال عند السالب 3، وأقوم راسم بالمنظر ده. طب المجال مش هيتغير في حاجة، المجال ح. طب المدى، قلت لكم يا جماعة إن المدى بيتحدد من النقطة التانية دي، وده الإطراد. المدى هي واخدة من الصفر وطلع موجب ما لا نهاية. طب لو سألتك هنا عن النوع بتاع الدالة دي، هل محور صاد قاسمها؟ لا، يبقى دي دالة ليست زوجية وليست فردية. طيب الإطراد بعرفه من الأولانية، من سالب ما لا نهاية لسالب 3، ومن أول سالب 3 لموجب ما لا نهاية. من ما لا نهاية لسالب 3 تناقصية، ومن سالب 3 لموجب ما لا نهاية نقدر نقول إن هي تزايدية. طيب خلاص والله آخر حتة في الفيديو دي، خلاص يا عم، أنت صبرت الكتير ما تبقاش غير القليل. افرض جيت عملت لك كده، دالة الس بتساوي سالب س ناقص 2 لكل تربيع زائد 3. أو على فكرة أنا ممكن أكتبها لكم بالمنظر ده، دالة الس بتساوي 3 ناقص س ناقص 2 لكل أس 2 بالمنظر ده. وعلى فكرة ممكن أكتبها كده، دالة الس بتساوي 2 ناقص س الكل أس 2، أو لأ مش كده، 3 ناقص 2 ناقص س الكل أس 2. طيب بص معايا، التلاتة دول هماهم نفس الرسمة. بص، أنا علشان أجيب راس المنحنى بقول اللي مع السين بعكس الإشارة يبقى 2، واللي بره زي ما هو يبقى 3. هنا علشان أجيب راس المنحنى بقول اللي مع السين بعكس الإشارة اللي هي 2، واللي بره زي ما هو 3. طب هنا في خطوة الأول لازم نعملها، هي إن إحنا نبدل س ناقص 2 بالمنظر ده. طبعا هنا 2 ناقص س هي س ناقص 2، وعلى فكرة نفس الفكرة نقطة راس المنحنى اللي مع السين بعكس الإشارة 2 واللي بره زي ما هو. بس في حاجة مهمة بقى، إيه هي الحاجة المهمة دي؟ بصوا يا شباب، المهم هنا أنا هرسم عند 2 و3، يبقى عند النقطة 2 وعند النقطة 3. بس في حاجة، السالب اللي قدام ده أو السالب ده أو السالب ده لازم يعرفك إن الرسمة هتبص لتحت، فالرسمة بتاعتنا تكون بالمنظر ده. يبقى حتى أنا في عندي انعكاس إن أنا شقلب الرسمة، وبعد كده في إزاحة رأسية وفي إزاحة أفقية. تعالى لي بقى هات لي شوية الكلام الجميل بتاع كل مرة، اللي هو المجال والمدى والنوع والإطراد وكده. ولا كده انت جايب من البداية راس المنحنى. وعلى فكرة كل اللي فوق دول نفس الحاجة. انت قلت لي يا سيدي ان راس المنحنى هي كام بقى؟ 2 و3. ما تنساش ان ده بيساعدني اجيب المدى وده بيساعدني في الإطراد. المجال ما بيتغيرش. طب المدى من 3، بس خلي بالك انت 3 ونازل، يبقى من سالب ما لا نهاية لحد 3. طب النوع، طبعا هنا ولا محور صاد قسمها ولا النقطتين عاملين تماثل، يبقى النوع هنا ليست زوجية وليست فردية. طب الإطراد، خلي بالك هو الرقم ده بيساعدك في الإطراد.
وبيبقى من سالب ما لا نهايه لحد الاتنين، ومن الاتنين لموجب ما لا نهايه. وعلى فكره من سالب ما لا نهايه لحد الاتنين، ومن الاتنين لموجب ما لا نهايه، من الشمال لليمين تزايد وبعد كده تناقص، يبقى دي يا شباب تزايديه ودي كده تناقصيه. ده كان الجزء الاولاني، كنت حابب ان انا اربط الدرسين ببعض واخد من هنا على هنا. الجزء الثاني ان شاء الله هيكون فيه بقيه الدوال. اشوفكم في فيديو تاني. مستر عبد الرحمن الهلالي.